الأسوأ حظا في تاريخ السينما المصرية. بدرية رأفت من أوائل الممثلات اللي اشتغلوا في السينما، مثلت وهي طفلة في أول فيلم طويل صامت إنتاج عربي، فيلم قبلة في الصحراء سنة 1927. حظها كان وحش، موهبتها الفنية كانت تستحق إنها تبقى معروفة. في جريدة الأخبار يوم 22 ديسمبر سنة 44 كتبوا عنها وقالوا إن جاذبيتها تتشابه مع جاذبية الممثلة الأمريكية آن شيريدان. وكان بيتعرض لبدرية في الوقت ده فيلم اسمه وحيدة، كان بطولة بدر لاما وعبد العزيز محمود وبشارة وكيم، وكان إخراج إبراهيم لاما. اسمها الحقيقي جوزفين جورج سيركيس، من مواليد أسيوط سنة 1920. درست في مدرسة نوتردام الحديثة في أسيوط، حبت التمثيل من صغرها، وكان أول ظهور ليها وهي طفلة كان عندها 7 سنين، فيلم قبلة في الصحراء سنة 27 اللي كان إنتاج إبراهيم وبدر لاما من خلال شركتهم كوندور فيلم. وبعدها اشتغلت في فيلم فاجعة فوق الهرم مع المخرج إبراهيم لاما، كان بطولة بدر لاما. معظم افلامها اشتغلتها مع بدر وابراهيم لاما. قرروا يجوا اسكندرية سنة 26 ومعاهم معدات سينمائية، وقرروا يبدأوا في مجال صناعة السينما. صوروا اول فيلم ليهم في الاستوديو اللي عملوه في فيلتهم في منطقة فيكتوريا في اسكندرية. ابراهيم كان بيخرج وبدر كان بيقوم ببطولات الافلام. لما بدرية وصلت 18 سنة اتجوزت بدر لاما واختار لها اسم بدرية رأفت. شاركته معظم افلامه سنة 38 فيلم نفوس حائرة، سنة 40 رجل بين امرأتين، 41 صلاح الدين الايوبي، 43 كيلوباترا، 44 فيلم وحيدة، وفيلم عريس الهنا. واخر فيلم البدر لاما معاها كان سنة 47 فيلم البدوية الحسناء. في السنة دي اتوفى بدر لاما بأزمة قلبية قبل ما يشوف الفيلم، وكانت اول صدمة لبدرية رأفت. بدر لاما توفى وهو عنده 40 سنة. توالت على بدرية الكوارث، تاني كارثة بعد وفاته لما قامت حريقة كبيرة في استوديو لاما اللي كان في حدائق القبة في القاهرة. الاستوديو كله اتدمر بشرايط افلامهم، وعشان كده في افلام كتير ليهم مش هنعرف نشوفها والتالتة تبت. حصل خلاف بين ابراهيم لاما اخو جوزها مخرج افلامهم ومراته اليونانيه بسبب غيرته عليها، قتلها وانتحر سنه 53. طبعا من اخر فيلم ليها مع بدر لاما سنه 47 فيلم البدويه الحسناء. اعتزلت فتره لحد سنه 53. جه المخرج سيد زياده اقنعها تشتغل معاه في فيلم اللقاء الاخير، وكان اسم الفيلم على مسمى كان اخر فيلم البدريه رأفت. الفيلم كان بطوله عماد حمدي، محسن سرحان، زهره العلا، محمود المليجي. الفيلم ما حققش نجاح. قررت بدريه الاعتزال نهائيا. أنا مش بدور عشان ألاقي أحسن ولا أوحش. أنا دلوقتي مش ملك نفسي، أنا ملك الإنسان اللي وهبت له قلبي وسافر ومرجعش. وقبل ما أعيش لنفسي أنا بعيش لبنتي. وقررت تتفرغ لتربية ولادها. هاجرت كندا وتوفت هناك في ديسمبر 2009. رحلت بدرية رأفت في صمت، لا حس ولا خبر، حتى أفلامها معظمها اتحرق. الله يرحمها.